ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ احنا بس طالعين مبدئياً. النهاردة نتكلم على موضوع الحضانة واللي حصل في الحضانة من مديرة الحضانة. طبعا في ناس اكيد مش تبقى عارفة القصة ايه. هي القصة كده. بصوا يا جماعه اقول لكم القصه باختصار. دي حضانه في اسكندريه في شارع فؤاد. شارع فؤاد طبعا معروف ان هو شارع يعني جميل جدا وفيه استفارات وكده، ولغات عامة. والحضانه دي لغات بتتعلم انجليش وفرنساوي. فالحضانه دي اللي بتعمله ان هي بتضرب الاطفال جوه الحضانه، مش بتعلم يعني بتعلمهم الحاجه بالضرب. مش مدرسة، هي دي المشكلة. هي مديره الحضانه يعني صاحبة الحضانة بقى، مديرة الحضانة. لا، والمدرسين كمان. المدرسين المدرسين كمان بيعملوا كده، رغم ان هم مركبين كاميرات في الحضانه، لكن في حتت معينة طبعا هم اللي مفيهاش عارفينها كاميرات بيضربوا فيها الاطفال. بيضربوا فيها الاطفال. وفي تقريبا ولية امر عجبتني جدا، يعني هتاخد ثواب في اللي هي عملته ده، ان هي تقريبا حطت مايك سجلت بقى اللي بيحصل مع الطفل او الطفله يعني. فسمعت بقى الصويت والضرب والصريخ اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي، ما هنسمعه مع بعض. وغير انها ضربتها، في كمان ولية امر قالت ان يعني كذا مره كذا ولية امر قالت ان بنتهم او ابنهم بيودوا الحضانه والاطفال تعيط مش عايزه تروح، فافتكرت ان ده عادي. لا يا جماعه، اسمعوا اطفالكم بجد. الطفل لو خايف من حاجه يبقى في حاجه غلط. وهو مش عادي اصلا، يعني هو مش عادي ان الطفل ميبقاش عايز يروح على فكره، وبيعيط جنب. هو ممكن في اول يوم اول يومين، بعد كده مفيش الكلام ده. يعني احنا بنودي يونس الحضانه، انا لو في مره حسيت ان هو مش عايز يروح لا انا هشك هناخد بالنا. لا، في حاجه غلط بتحصل. لو قررت تاني لا كده في حاجه هغير له الحضانه، هعمل اي حاجه، لكن مش نركز. هسيبه ومش هوديه بالعافيه. عمري ما هوديه بالعافيه في سن، يعني في السن الصغير ده بالذات. طبعا. دلوقتي هنسمع الفويس. طبعا انا سمعت وعرفت الموضوع ده النهارده واتضايقت جدا. هو اللي كان امبارح تقريبا. حصل امبارح. اتضايقت جدا، بس اتعمل لها محضر الحمد لله والحضانه هتتقفل. لا اتضايقت جدا عشان هي يعني ازاي يجيلك قلب اصلا تضربي اطفال هم اصلا مش عارفين يتكلموا ولا يعبروا، بيعيطوا بس بيعيطوا. وكمان لما تسمعوا الفيديو هتعرفوا هي بتضرب الطفل ليه. يعني هي بتضرب الطفل عشان عمل حمام. يعني انت ازاي؟ هي بتعلمه يعمل بيه في الحمام بالضرب بقى. ازاي؟ لا، في برضو حاجه عايزه اقولها. هما الاطفال هناك بقى عندهم كونسبت ان هو لو ما عملش بيه هيتضرب هناك، فبقى ده تبعتهم. فحتى الامهات طلعت تشتكي هما ازاي عيالهم اتعلموا التعليم ده يعني. هو ده الكونسبت خلاص. لا، في حد برضو طلع يتكلم ان ابنه كان في الحضانه او بنته، وبقى يعمل حمام على روحه في البيت ويصحى من النوم فعايز النوم يصرخ ويصوت. يعني الموضوع اكيد في هي ما كانتش فاهمه اللي بيحصل، بس بعد ما حصل الحضانه، بعد ما حصل الموضوع ده بقت ترجمت بقى كل اللي فات ده. لا، ده بسبب الحضانه. يلا نسمع الفويس بقى عشان يعني بجد مأساوي. بصوا العياط. هي بتكلمهم انجليش عامه وفرنساوي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، والله العظيم قلبي وجعني. تقول له كلوز يور ماوث، يعني اقفل بقك. سيلفر بليد بليز. ايه الطريقه دي اصلا؟ هي دي واحده كده اللي عندها قلب، وطبعا هي ما عندهاش قلب، فهي ما تستحقش تكون انسانه اصلا. انا ما اعتقدش ان هي عندها اطفال. دي ما عندهاش حاجه في الحياه. لو عندها اطفال عمرها ما هتبقى كده يعني. مش معقول، انا مش مصدق يعني بجد. انا بسمع انا مش مصدق. ازاي تضربي طفل وهو بيقعد يعيط قصادك وتكملي ضرب؟ لا، وبيعيط بانهيار يعني مش بيعيط عادي. يعني مش مصدق. تقولي لما نعوز تويلت بنقول ايه؟ ضربه بقى، ضربه في قلبها ان شاء الله. هتقول ايه يعني؟ بتقول لها بنقول ايه لما نعوز نقول نروح تويلت؟ انا عايز اروح تويلت. المشكله انها قالت اسمعوا. حاجه في منتهى القذاره. دي عامه مش بني ادم. لا، بتقول لها انت طيب انا بتتضربي، امال هي بتعمل ايه يعني؟ زغزغه تتضرب.
شايفه ان البنت جالها انهيار عصبي. انا مش عارف اصلا هي ازاي بتضرب بنت وهي بتعيط قصادها كده وهي بتضربها برضه يعني. مش عارف. البنت دي طبعا اهلها اهلها فرقت هي بقى قالت مش قصدي هي فرقت في لا، ايه؟ انها قالت يا دينا. قالت لها فرقت ايه يا دينا؟ فرقت ان هي قالت. هتفرق في ايه يا بس انا دينا؟ مش عارف هي عايزاها ايه يعني، تقول ولا ما قالت تقولش؟ هكسب بيها ايه زي عامله كده على نفسها يا دينا. اتفضلي يا دينا. ده انت جميله. جحده جميله بصراحه. ايه الجحود ده؟ ايه الجحود ده؟ بس نوريكم برضو صورتها هي والحضانه. صورتها اهي. دي اسمها، دي صورتها والحضانه اهي. دي بني ادمه لا عندها قلب ولا اصلا ينفع تتحسب مع البني ادمين. ويا ريت يا جماعه كل واحد يبقى عنده طفل يخلي باله من التفاصيل الصغيره يسمع له ويسمع له. لو ما بيتكلمش في اكيد سيم وفي حاجات هو بيعبر بيها بطريقه غير مباشره، واكيد اهله بيبقوا عارفينها. لا، انا عايزه اقول كمان ان العماره اللي كان فيها الحضانه الناس كانوا بيسمعوا ضرب وكده، فهم كانوا عملوا محضر وشكوى كذا مره، فهم كانوا بيقولوا لا هم بيتخانقوا مع المدرسين عشان يتعاملوا كويس مع الاطفال. وهو اصلا كدابين قوي. هم بقى ده اللي ربوه في الاطفال، الخوف. واحنا مودين ولادنا حضانه عشان المفروض يتعلموا حاجات لا جديده. والفكره ان هي حضانه يقولوا بقى غاليه خايفين. مش رخيصه. ولانجوج وبتاع يعني. الناس المفروض ان هي اهلها بيصرفوا عليهم عشان يطلعوا حاجه كويسه، فبالتالي ده اللي بيقابلوه. فانا مش عارف ده عيب بني ادمين بقى ولا احنا بقينا في ايه بصراحه يعني. اما كل حاجه يحصل فيها مشكله. ولية امر مصوره ابنها وهو جسمه كله كدمات ومحمر. عشان احنا رايحين فين؟ هو رايح الحضانه رايح يتضرب، خلاص ما يروحش بقى، ما يتعلمش احسن. انا مش قادر. عشان كده بجد الاهم حاجه في المدرسه او الحضانه التربيه اهم من التعليم. التعليم كده كده يتعلم. لا هو واضح ان التربيه اهم. المدرسين هم اللي عايزين يتربوا الاول عشان يعرفوا دي هتربي ايه؟ دي المفروض بتربي اجيال. انت عارف ان العقده في الصغر في السن ده بتكبر معاه ما بينساهاش. طبعا. ما هي واضح ان هي كان عندها عقده وكبرت معاها. عايزين بقى يا جماعه يعني نقول لكم ان انتوا تخلي بالكم من الاطفال، وكل واحد يخلي باله من طفله ويهتم بيه وما يرموش في اي حضانه. الموضوع مش ان هو غاليه او رخيصه. تدخلي الحضانه وتشوفيها من جوه وتاخدي بالك من اولياء الامور وتتكلموا مع بعض وتشوفوا الحاجات المشتركه وتقلبي في جسم ابنك كويس جدا يوميا وتسمعي له يوميا. وحتى لو ما بيتكلمش عملت ايه في الحضانه مش عارفه ايه كلت الناني عملت ايه غيروا لك ولا لا. اساليه دايما باستمرار، ممكن هو يبين لك بحاجه اي حاجه بسيطه. بس ويا ريت ما نسمعش الكلام ده تاني، ويا ريت ده يحصل معاه اي اكشن. انا اتبسطت ان هم خدوا اكشن في الموضوع، اتبسطت بصراحه عشان تبقى يعني عبره للناس كلها. باي باي.